زي ما قلت في الكبسولة اللي فاتت، الكبسولة دي عشان أساعدك نعمل الكالندر اوف ايفنتس الخاصة بشغلك عن طريق الخطوات اللي هقولك عليها دلوقتي. 1، في نهاية الربع الأخير من كل عام المفروض بنكون محددين إيه أهم الأنشطة والخطوات اللي بإذن الله هننفذهم في العام الجديد، والصورة الكاملة بتكون خلاص اتضحت. 2، بنكتب كل الأنشطة والأحداث اللي عايزين ننفذهم على حسب أهميتهم وأولويتهم. وتحديد الأولوية بيجي على حسب لو عندي منتج جديد أو عندي خدمة جديدة أنا بقدمها أو لونش أو كامبين مهمة جدا. لو عندي حاجة من الحاجات اللي أنا ذكرتها دي يبقى هي بتاخد الأولوية على حساب أي حاجة تانية. 3، بيجي توزيع الأنشطة دي في الكالندر على الكوارترز أو أي ربع سنة أنا مختاره بشهره بيومه بتاريخه بسلطاته ببابا غنوج. سيبه بخفاوته بسلطاته بابا غنوج، بابا غنوج كمان. مش قلت لكم احنا بنحب الأكل؟ وبنسمي العملية دي سكادجولينج أو جدولة، وهنتكلم عنها بإذن الله في الكبسولة اللي جاية عشان أشرح لك إزاي بنوزع الأنشطة وإمتى وإيه اللي بنعتبره سيزن أو لأ، وإيه التواريخ اللي إحنا بنبعد عنها تماماً لما بنيجي نعمل لونش أو نيجي إن إحنا نطلق حاجة مهمة بالنسبة لنا. أشوفك هناك.